حبايبي، يا رب تكونوا بخير وسلام من أي مكان في العالم بتشوفوني وتسمعوني وتتابعوني منه. أنا اسمي ابتهاج سيد ودي القناة بتاعتي، يا ريت تدخلوا وتشرفوني. هنعمل النهاردة مع بعض صينية أم علي. تعالوا ندخل الفيديو ونشوف هنعملها ازاي. أول حاجة أم علي بتتعمل بكذا حاجة، يعني ممكن نستخدم المليفيه. لو ما عندناش المليفيه ممكن نستخدم عجينة الباث باستري دي، او ممكن نستخدم الجلاش، ممكن نستخدم الكرواسون، ممكن كمان الرقاق. لكن احنا النهاردة هنعملها بالباث باستري، وكمان هنعملها بالجلاش. اول حاجة هجيب اللبن واغليه كويس جدا، سواء اللبن ده لبن طازة او لبن مبستر زي كده. لازم اللبن يكون معايا سخن جدا، ولحد ما اللبن يسخن معايا انا هسوي عجينة الباث باستري في الفرن. هجهز الصينية بتاعتي واحط فيها ورق زبدة، وبعدين ادهنها كده بحتة زيت من فوق. وبعدين هجيب بقى باث باستري وهروح مطلعاه ورصاه في الصينية. هجيب بقى شوكة واخرمه كده علشان ما ينفخش معايا جامد، ويبقى مستوي من جوه، وفي نفس الوقت عطيني زي تحميصة كده يبقى محمص معايا. انا بقى لقيت الكمية كبيرة شوية، فجبت صينية تاني وقسمتها، حطيت كل جزء في صينية عشان ياخد راحته في السوا ويبقى يعني كده مقرمش من جوه. وانا بقى جبت الجلاش، هفتح بقى الكمية كلها اللي في العلبة وهحطه في الصاجة دي، او عندك صاجة الفرن زي كده او اي صينية تاني عندك، وتروحي بقى مقصقصة الجلاش عامل زي العيش كده بتاع الكشري او بتاع الفتة. المهم يعني تقصصيه كده شوية، وبعدين رشاله شوية زيت حلوين. انا هنا رشيت زيت على سمنة بلدي. اقلبه كويس علشان الجلاش يتشبع من السمنة والزيت، وبعدين احطه في الفرن، او ممكن لو الفرن سخن عندك تحطيه بس تحت الشواية، وتفضلي بقى تقلبي فيها باستمرار علشان يحمر معاكي بالشكل ده ويقرمش معاكي بالشكل ده. هو كده بعد بقى بطلعناه من الفرن، وتحتيه برضو الباف باستري برضو استوى وبقي جاهز وتمام. دلوقتي بقى هنبتدي بقى نجهز في الصينية بتاعتنا. هنجيب بقى الباف باستري بعد ما استوى وبقى مقرمش معانا اهو، هنكسره بقى الحتة الصغيرة وهنحطه في الصينية. بعد ما نحطه في الصينية نكسر كل الكمية كده. شايفين من جوه بيبقى عامل زي طبقات الفطير او الكرواسون. طبعا هو ممكن يكون في النص طري شوية، بس اول ما تقطعيه صغير كده وتسيبيه حوالي 5 دقايق كله نشف معاكي. انا هنا لقيت الباف باستر قليل جدا على الصينية، فزودت كمان عليهم جلاش. يعني الصينية دي خليط ما بين الجلاش ما بين الباف باستر. انا هنا عندي كمان كوباية سكر، هحط منهم حوالي معلقتين 3 على الصينية من فوق علشان تسكر معاكي شوية. وبعدين هجيب المكسرات بتاعتي. طبعا ده اي مكسرات عندك اللي موجودة عندك، فول، لو عايزة تحط زبيب، لو عايزة تحط بندق، لو عايزة تحط فستق، كل المكسرات دي انا جرشها كده زي ما انتوا شايفين، وحطلها نص معلقة قرفة صغيرة خالص، وحطلها كمان حوالي من معلقتين سكر. وبعدين رشة كده المكسرات عليها من فوق. وبعدين هروح اجهز بقى اللبن بتاعي اللي انا هسقي بيه الصينيه بتاعتي. هجهز بقى اللبن بتاعي بعد ما غلي كويس جدا وسخن قوي. هنزل بكوبايه السكر وعلبه قشطه. كمان لو عندك كريمه عايزه تحطي كريمه في قلبها من جوه اللي هو هافي كريم دي هتحطيها، بيبقى طعمه جميل جدا كمان، بس انا عن نفسي بحب احط الكريمه من فوق. وكمان هقلب كويس قوي وهحط عليهم معلقه سمنه بلدي. كله ده بيدي طعم الأم علي بتاعي جميل جدا جدا. هقلب قوي قوي كده كويس، وبعدين وهروح بقى اسقي بيها الصينية بتاعتي. بعد ما اقلب واحس ان السكر داب معايا، اروح بقى نازله مسقسقه بيه كده الصينية بتاعتي. اللبن بيكون كميته على حسب احتياجك انتي للصينية. يعني في ناس بتحب ام علي فيها لبن كتير قوي، وفي ناس بتحب فيها لبن قليل. انا عن نفسي بحب احط لها لبن قليل، علشان لو حطيت لها لبن كتير
بحس ان هي معجنه كده من جوه بتبقى مش حلوه. لكن في حاله لو انت عايزه تحطي لها لبن كتير، ممكن في التقديم تحطي لها لبن تاني. يعني كميه اللبن بتبقي زي مزاجك انت فيها، بتحبيها بلبن كتير او لا. لكن لو انت هتشتري العلبه جاهزه اللي هي مكتوب عليها ام علي اللي بتتباع دي تتحط لها لبن كتير جدا، لان بتبقى الملفيه اللي في جواها بيبقى ناشف ومأزمل كده، وبيبقى يعني بيعض معاكي وانت بتاكلي، فده لازم تطريه بلبن كتير. اما بقى بالنسبه للحاجه بتاعتنا اللي احنا عاملينها من الالف للياء، فدي مش محتاجه لبن كتير، وبرضو الموضوع يرجع لك انت في النهايه. انا بعد ما زقتها باللبن اهو، هجيب بقى الكريمه بتاعتي اللي هي هافي كريم، واحط طبقه كريمه من فوق. لو ما عندكيش الكريمه دي تستخدمي كريم شانتيه، تجيبي الكيس تضربيه في نص كوبايه ميه ساقعه جدا، واول ما شكل الكريم شانتيه يتحول لشكل كريمه كده، تروحي حطاه بقى على الوش زي كده. انا هنا سخنت الفرن بتاعتي وحطيتها على الرف اللي في النص، وقبل ما اطلعها بحوالي 10 دقايق حطيت لها شوية لبن تاني، وكمان حطيت لها شوية سكر بودرة من فوق رشيته عليها كده. وادي الشكل بتاعنا النهائي، وبألف هنا وشفا، وصدقوني جميلة جدا. بس عايزة اقول لك حاجة ملحوظة مهمة جدا جدا، لازم تسيبيها في التلاجة تسقع، وكمان يما تيجي تقدميها تقدمي جنبيها لبن بنفس الخلطة اللي احنا حطيناها في اللبن، علشان اللي يحب يزود منها لبن عليها يعني يقدر يزود براحته. وبألف هنا وشفا، ويلا قومي جربي وقوليلي، ومستنية رأيي في الكومنتات، واشوفك الفيديوهات الجاية.